بيكم في قناة لولي كروشيه. رجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة، سواء آخر رمضان عشان العشرة الأواخر أو أجازة العيد. كل سنة وانتم طيبين. فالنهاردة هنشتغل مفرش فيليه جديد، وطلع ترند اليومين دول. حبيت اعمله معاكم. فكرته بسيطة. طبعا احنا كنا شرحنا مفرش فيليه قبل كده وعرفنا الخطوات اللي بنحسب بيها عدد المربعات بتاعة البداية وعدد السلاسل. لو حابين ترجعوا له في الفيديو اللي قبل كده علشان تعرفوا انت هتعملوا كام سلاسل البداية. زي ما انتوا شايفين هي دي الوحدة بتاعتي. انا هكرر. شايفين هنا في وردة، بعد كده غرزة العنكبوت، بعد كده في وردة تانية. فانا هبتدي اشتغل بالوردتين دول. عدد المربعات في البداية، الفراغات هنا 37 مربع. بشتغل 117 سلسلة لما هكرر الوردتين دول مرتين. طب انا حابة اكرر الوردتين دول مثلا 3 مرات، يبقى هعمل 57 مربع ب177 سلسلة. ده لو هكرر الوردتين دول 3 مرات جنب بعض زي كده، 1 2 3، وهيبقى هنا غرزتين عنكبوت. طب لو حبيت اكررها 4 مرات بزود 60 سلسلة. هشتغل بعدد سلاسل بداية 237 سلسلة، وهكذا كل ما هزود تكرار وردة بزود 60 سلسلة. فيلا نبدأ شغل على طول مع بعض. في البداية أنا بشتغل بخيط قطن مصري وإبرة مقاس رقم 2 ملي. عملت سلاسل بداية 117 سلسلة، وهشتغل أول مربع قلنا تكوينه بيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي السلسلة التاسعة بلف الخيط وبدخل أعمل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده. بعد كده بعمل 2 سلسلة، 1 2، وبلف الخيط وبسيب غرزة 2، في التالتة بدخل وأعمل عمود بلفة. 2 سلسلة، 1 2، وبسيب غرزة 2، وفي التالتة بدخل أعمل عمود بلفة. الدور الأول كله بنفس الطريقة، ما عدا بس ما عدا أول فراغ أو أول مربع معايا. هفضل أشتغل بنفس الطريقة لغاية ما أوصل لنهاية السلاسل. زي ما انتوا شايفين فضلت أشتغل بنفس الطريقة. 2 سلسلة عمود، هو بس أول فراغ هنا معايا اللي بيختلف عن باقي الفراغات. أول فراغ هنا بسيب 8 غرز، وفي الغرزة التاسعة بدخل وبعمل عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة عمود، وبسيب 2 سلسلة في السلاسل تحت، وبكمل لنهاية السلاسل بتاعتي. انا عملت 117 زي ما قلت. اخر السطر معايا هعمل 2 سلسلة، 1 2، وبلف الخيط اسيب غرزة 2 في اخر غرزة. هما الثلاث غرز اللي في نهاية الدور معايا. بدخل وبعمل عمود بلف بالشكل ده. كده انا خلصت الدور الاول. للدور التاني هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل. شغل الفيليه سهل بس محتاج تركيز. في بداية السطر هيبقى هنا في فراغ فوق الفراغ، هدخل واعمل عمود فوق العمود. كده كونت فراغ فوق الفراغ. اشتغل
مربع من 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود فوق العمود. بالشكل ده. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود. وهنا هشتغل 2 عمود جوه على السلاسل، 1 2 وعلى العمود عمود. بعد ما عملت هنا مربع، وده اسمه فراغ وده مربع، هشتغل 9 فراغ، 2 سلسلة وعمود فوق العمود عشان اشكل الفراغ، وهكملهم لغاية 9 فراغ كده. 1 2 سلسلة عمود كده 2، وهفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما يتشكل عندي 9 فراغ. هخلصهم وارجع لكم تاني. خلصت ال9 فراغ. لو عديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده هنا هشتغل مربع فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود فوق العمود، 2 سلسلة، 1 2 وهشتغل فراغ فوق الفراغ. بعد كده مربع فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود عشان اشكل المربع. بعد كده هشتغل 5 فراغ بعد المربع ده، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما يتشكل عندي 5 فراغ بالشكل ده. هخلص وارجع. شكلت ال5 فراغ، هبتدي اشتغل هنا مربع من 2 عمود فوق السلاسل، 1 2 وعمود فوق العمود، 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود عشان اشكل فراغ. بعد كده مربع على السلاسل، 2 عمود، 1 2 وعلى العمود عمود، 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود. وهكرر بنفس الطريقة 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما يتشكل عندي 9 فراغ. 2 سلسلة عمود، اكملهم 9 فراغ وارجع لكم. خلصت ال9 فراغ، هبتدي هنا اشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود فوق العمود كده. شكلت مربع، وبعدين فراغ، 1 2 سلسلة عمود، وهنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود،
2 سلسلة، 1 2، وهعد فيه السلاسل هنا 1 2، وفي التالتة هدخل واشتغل عمود. هو ده شغلي للدور التاني. طبعا انت لو حابة تكرري الوردة مرة تانية او تالتة او رابعة بنفس الطريقة، بعد هنا المربع هتشتغلي 9 فراغ، مربع فراغ مربع، 5 فراغ مربع فراغ مربع، 9 فراغ، وهكذا. انا بعتذر بس لو كان الصوت متغير، عشان عندي برد وبحاول بقدر المستطاع ان يكون الصوت واضح. للدور الثالث هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل، وهبتدي في بداية الدور اشتغل 2 فراغ في الخيط على الابرة، وبعمل على اول عمود هنا عمود، 2 سلسلة، 1 2، وفوق المربع هنا هشتغل فراغ، يبقى بدأت الدور ب2 فراغ. هشتغل 2 مربع، مربع على الفراغ ومربع على المربع. في الفراغ هنا بشتغل 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود فوق العمود، وعلى كل عمود يقابلني هنا في المربع بشتغل عمود عشان اكون 2 مربع جنب بعض، 1 2 3. لو عديت هنا عدد الأعمدة هلاقيهم 7 عمود بلفة. 2 سلسلة، 1 2، وعمود فوق العمود، كده شكلت فراغ 1. بعد كده هعمل 2 مربع من ال7 عمود بلفة. أول عمود بيبقى مشترك بين الفراغ والمربع اللي بعده، فبعد 1 2 عمود على السلاسل، 2 3 4. كده شكلت أول مربع. بعد كده 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود فوق العمود عشان أشكل 2 مربع جنب بعض. 2 سلسلة، 1 2، ومربع وعمود فوق العمود، كده فراغ، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 كده فراغ، كمان فراغ، 2 سلسلة وعمود فوق العمود. كده شكلت 3 فراغ معايا، وهبتدي اعمل هنا 2 مربع جنب بعض، 1 2 3 4 5 6. لو عديت اول عمود معاهم بيبقوا 7 عمود بلفة، ال2 مربع. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود هنا عمود عشان اشكل فراغ 1، وبعدين هشكل 2 مربع جنب بعض، 1 2 3 4 5 6
7. في الجزء ده هشتغل 7 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود هنا الأخير في المربع ده عمود، كده أول فراغ، 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود عمود، كده تاني فراغ. هفضل أشتغل بنفس الطريقة، 2 سلسلة وعمود فوق العمود لغاية ما أشكل 7 فراغ بنفس الطريقة دي. هخلص وارجع لكم. شكلت هنا 7 فراغ، هبتدي أكرر تاني في الجزء ده 2 مربع من 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. ليه 7 عمود؟ اللي بيشتغل في ليه عارف ان اللي اول هنا عمود بيبقى مشترك بين المربع وبين الفراغ اللي قبله. تمام. فراغ 1 هنا، 2 سلسلة، 1 2، وعمود فوق العمود، كده شكلت فراغ 1. بعد كده 2 مربع، يبقى بحسب اول عمود هنا 1 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعلى العمود عمود، كده 4 5 6 7. بعد ما خلصت الاتنين مربع هشتغل 3 فراغ، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، كده شكلت 3 فراغ جنب بعض. بعد كده 2 مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود فوق العمود، كده شكلت اول مربع. كمان الفراغ اللي جنبه هشتغل فوقه مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود فوق العمود بالشكل ده. فراغ 1 2 سلسلة، 1 2، وعمود على العمود، كده شكلت فراغ. بعد كده 2 مربع، 1 2 3، كده كملت مربع. هدخل على السلاسل اعمل 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى العمود عمود، كده شكلت تاني مربع. هنهي الدور زي ما بدأت الدور ب2 فراغ، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، ادي اول فراغ، و2 سلسلة، وهروح اعد في السلاسل 1 2، في السلسلة التالتة هدخل واعمل عمود بالشكل ده. كده هو ده الدور التالت معايا. للدور الرابع هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل، وهعمل في بداية الدور فراغ 1.
بالشكل ده. هنا هشتغل 3 مربع جنب بعض. هكمل على العمود ده 9 عمود بلفة علشان يتشكل لي 3 مربع جنب بعض من 10 عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت اول عمود، هنا هدخل على السلاسل واعمل 2 عمود كده، 3 4 5 6 7 8 9 10. عاوزين تبتدوا حساب من بعد العمود الأول، هيبقى هنا 9 عمود بلفة بعد العمود الأول، وبالعمود الأول هيبقوا 10 عمود بلفة. طبعا ما انتوا حابين، انا بقى احسب من بداية العمود هنا لغاية هنا، دول 10 عمود بلفة. بعد كده هشتغل فراغ 1 2 سلسلة، وهروح هنا على اول عمود ده واشتغل عمود كده، فراغ 1. هكمل من بعد العمود ده لغاية هنا، هيبقوا 9 عمود بلفة كمان. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده اشتغلت 3 مربع جنب بعض. لو عديت من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عمود بلفة. شايفين الشكل معايا؟ هشتغل فراغ 1 2 سلسلة 1 2 وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل 3 مربع جنب بعض. هدخل على السلاسل واعمل 2 عمود بلفة على السلاسل، وهشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغاية ما اكون 3 مربع جنب بعض. بعد ما اشتغلت 3 مربع جنب بعض، هشتغل هنا فراغ 2 سلسلة عمود. بعد كده هشتغل هنا 3 مربع على كل، هنا ادي مربع 2، وهنا هيبقى التالت. لو عديت كام عمود، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هشتغل هنا 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة 1 2، وعلى العمود عمود كده. شكلت اول فراغ 2 سلسلة عمود على العمود، تاني فراغ 2 سلسلة عمود فوق العمود، 3 2 سلسلة كده، 4 2 سلسلة، واخر فراغ. كده خلصت 5 فراغ جنب بعض.
هبتدي اشتغل هنا، ادي مربع 2 3، يبقى هشتغل 3 مربع جنب بعض، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود فوق العمود كده اول مربع معايا، وهشتغل كمان جنبه 2 مربع، 1 2 3 4 5 6. لو عديت عدد الأعمدة من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عمود بلفة بعد الفراغ، كده اتشكل معايا 3 مربع، 2 سلسلة، 1 2، وهشتغل فراغ هنا فوق الفراغ، وبعد كده هشتغل هنا 3 مربع، ادي مربع 2 3، هخلصهم وارجع لكم. بعد ال3 مربع هشتغل فراغ 1 2 سلسلة عمود، وهعمل تاني 3 مربع جنب بعض على السلاسل، 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى العمود هنا اول عمود عمود كده مربع، وهكمل كمان هنا وهنا، اخر عمود هيبقى فوق هنا. بعد كده فراغ 1 من 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود، كده شكلت فراغ 1. وهشتغل تاني 3 مربع جنب بعض، مربع 2 3، يعني انا كنت شغالة هنا ادي عمود، هكمل 9 عمود عليهم عشان يبقوا 10 ب3 مربع، وهنهي الدور بفراغ زي ما بدأ بفراغ. هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهعد فيه السلاسل هنا 1 2، في السلسلة التالتة بدخل واسحب الخيط واعمل عمود بلف، كده نهيت الدور الرابع. للدور الخامس برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وهبدأ الدور ب4 فراغ، ادي اول فراغ معايا، 2 سلسلة، وهعد 1 2 على العمود التالت عمود، 2 سلسلة، 1 2 على العمود التالت عمود، كده شكلت 3 فراغ، 2 سلسلة، وعلى العمود هنا عمود، 4 فراغ في بداية الدور. بعد كده هشتغل 4 مربع بعد ال4 فراغ، من بعد العمود هنا هعد واكمل لغاية ما اوصل ل13 عمود بلفة. انا عملت 1، يبقى هكمل هنا 12 عمود بلفة، هخلصهم وارجع لكم. اشتغلت 4 مربع جنب بعض ب13 عمود بلفة، هشتغل هنا فوق الفراغ هنا فراغ من 2 سلسلة وعمود فوق العمود، وهعمل تاني من هنا لغاية هنا 13 عمود تانيين، 1 وهنا التاني 3 4، وهشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اشكل 13 عمود جنب بعض ب4 مربع. بعد ما خلصت ال13 عمود هشتغل هنا 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة،
بنفس الطريقة المعتادة، 1 2، وفي التالت هعمل عمود 2 سلسلة، 1 2، واسيب 1 2، وفي التالت ادخل واعمل عمود. بنفس الطريقة دي اشتغل 5 فراغ جنب بعض. كده اشتغلت 3 فراغ، هشتغل هنا كمان وهنا كمان. بعد ما اشتغلت ال5 فراغ هشتغل فوق الفراغ هنا مربع 1 على السلاسل 2 عمود، وعلى العمود عمود. من بعد المربع هشتغل كمان 5 فراغ. اشتغلت بعد المربع 5 فراغ، هنا هبتدي اعمل 12 عمود جنب بعض، بالعمود ده يبقوا 13 عمود علشان يتكون معايا 4 مربع جنب بعض. هيقابلني هنا الفراغ، هشتغل فوقه فراغ 2 سلسلة وعمود على العمود. بعد ما اشتغلت الفراغ هكمل على العمود ده 12 عمود بلفة عشان اشكل مربع 2 3 4. هو لو بصيتي كده هتلاقي الشكل واضح قدامك، اللي بيشتغل فيليه هيعرف حدود المربع فين والفراغ. دي 1 2 3 4. اهم حاجة في شغل الفيليه العد الصح. يبقى هشتغل هنا 4 مربع ب 13 عمود بلفة. اشتغلت الأربعة مربع جنب بعض ب 13 عمود بلفة. هنا هبص هلاقي 1 2 3 4 فراغ، زي ما بدأت الدور ب4 فراغ هنهي الدور ب4 فراغ. 2 سلسلة، 1 2، على العمود التالت عمود، وهكذا 2 سلسلة، 1 2، على العمود التالت عمود، 1 2، وعلى العمود عمود. كده شكلت 3 فراغ. اخر فراغ معايا 2 سلسلة، وهعد فيه السلاسل 1 2، السلسلة التالتة ادخل واعمل عمود بلفة. كده نهيت الدور الخامس بتاعي. ايا كان عدد التكرار بتاعك هتبتدي بنفس الطريقة بداية الدور كده، وهتنهيه برضو بالشكل ده.